سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسطيله ديال الدجاج اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. خليكم معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي جيم لي كومونتير وتبارطاجيوهم مع العائله والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ودابا ندوزو نتعرفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو نص كيلو تاع اللوز اللي وضعناه في مغليان في السخنه، وضعنا في منديل مسحناه مزيان وخليناه تنشف لينا ليله كامله. غنحتاجو 8 الحبات تاع البيض يكون حجم متوسط، ربع ملعقه تاع خليط ديال قعقله وبسبيسه، معلقه صغيره تاع الزعفران شعره، وايضا غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السمن ضروري، معلقه كبيره ديال القرفه مطحونه، وايضا 3 العويدات تاع القرفه. عندنا هنا كاس من الخليط ديال زيت الزيتون وايضا زيت المائده. ونحتاجو ايضا 2 كيلو ديال البصله اللي شلضناها من قبل، ومن الافضل تكون البصله بيضاء. وعندنا هنايا جوج دجاجات من الوزن ديال 2 كيلو، يعني عندنا هنا تقريبا 4 كيلو اللي غسلناهم ليله قبل وخليناه حتى نشف مزيان. في المرحله الاولى كناخذ اناء كنضيفوا فيه العطريه، الزعفران الحر، قعقله وبسبيسه، وايضا كنضيفوا السمن. وكيف ما كنعرفوا دائما بان السمن ضروري كنضيفوه في جميع الطباق المغربيه التقليديه الاصيله، لكن ما كنعرفوا كيضيف لها واحد الطعم اللي هو خاص وبنين. وبالنسبه للاخوات اللي ما كيعجبهمش السمن يمكن يستغناو عليه، ولكن راه ما كيبانش الطعم ديالو نهائيا. صافي مباشره كنضيفوا معلقه صغيره تاع الملحه، وكيبقى دائما على حسب الذوق. نصف ملعقه كبيره تاع البزار، معلقه كبيره عامره تاع الخرقوم، وايضا معلقه كبيره تاع السكينجبير. صافي وكنضيفوا ربع الكميه تاع زيت الزيتون وزيت المائده، وكنخلطوا جميع العناصر على هذا الشكل هذا حتى كيتجانسوا لينا بطبيعه الحال. ومباشره غادي نرقدوا الدجاج. انا في جميع الوصفات اللي كيكون فيها الدجاج ضروري ما كنرقدها باش كيشربوا مزيان وكيجي الدجاج ديالنا لذيذ. صافي من بعد ما خلطنا العطريه ديالنا كامله مباشره كنبداو نرقدوا الدجاج ديالنا على هذا الشكل هذا. كندخلوا فيه العطريه مزيان صافي، وكنوضعوه هكا على جنب كيف ما كتلاحظوا معايا. طريقه سهله. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي، وصافي وكنوضعو على جنب لمده ديال ساعه على الاقل. وفي هذه الاثناء هذه كناخذ اللوز كنوضعوا على زيت اللي هي بارده على نار اللي هي متوسطه، كنحركوه هكايا وكنخليوه حتى كتسخن لينا الزيت مزيان على هذا الشكل. صافي وكنبداو نقلبوه حتى كيتحمر لينا. كيف ما كنعرفوا بان اللوز ملي كنوضعوا على الزيت اللي هي بارده راه كيجينا مقرمش بزاف، وكنحصلوا على اللون اللي هو ذهبي على هذا الشكل هذا. صافي مباشره كناخذوا اناء وكنحيدوه وكنوضعوا على جنب حتى كيبرد لينا تماما. وفي هاد الاثناء هادي كناخدو طنجره كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا تاع البصله. كيف ما قلت لكم من قبل، من الافضل تكون بيضه لانها كتجي حقيقه لذيذه وكتبدل لنا جميع الاطباق. صافي غادي نضيفوا دابا الكميه المتبقيه عندنا ديال زيت الزيتون وايضا زيت المائده على هذا الشكل. صافي وغادي نخلطوا جميع العناصر ونخليو البصله ديالنا تقلل لنا لمده ديال 3 دقائق حتى ل4. ومباشره غادي نبداو نضيفوا الدجاج اللي خليناه ترقد لينا لمده ديال ساعه. صافي كنوضعوا الكميه كامله اللي عندنا، ومن بعد غادي نضيفوا قبيطه ديال الربيع وثلاثه العويدات تاع القرفه. صافي وغادي نغطيو عليها ونخليوها حتى كتغلي لينا مزيان. وفي هذه الاثناء هذه اللوز ديالنا راه برد. مباشره غادي نوضعوه في الهاشوار. كنضيفوا الكميه كامله اللي عندنا وغادي نطحنوه مزيان. وملي نكونوا كنطحنوا اللوز نحاولوا اننا ما نطحنوش بزاف تيولي بودره، نخليوه شويه مهرمش هكا. ملي نكونوا كناكلوا البسطيله تاعنا نحسوا بالقرمشه من الداخل. صافي من بعد ما طحناه كنحصلوا عليه على هذا الشكل. صافي نكتفيو بهذا القدر هذا، ومباشره غادي نضيفوا كاس ديال السنيده بطبيعه الحال. سنيده كتبقى على حسب الذوق. وغادي نضيفوا معلقه كبيره تاع القرفه، وغادي نضيفوا 2 معالق ديال المزهر. صافي وكنخلطوا مزيان ونشوف الا خاصنا مازال المزهر كنبدا نضيفوه هكا بالتدريج. انا بالنسبه ليا تقريبا ضفت 5 المعالق تاع المزهر. صافي كنخلطو مزيان حتى كنحصلوا على خليط اللي هو متجانس على هذا الشكل هذا.
صافي دابا غادي نوضعوه على جنب. من بعد ما غلات لينا الطنجره كيف ما لاحظتوا معايا، واخا ما ضفناش الماء نهائيا، ولكن البصله والدجاج راه كيطلقوا لينا الماء تاعهم. صافي مباشره كنقلبوا الدجاج على الجهه الاخرى باش يطيب لينا مزيان، ونحاولوا اننا من نكونوا كنقلبوه ما نخلطوهش بزاف مع البصله باش ملي نبغيو نحيدوا الدجاج ما تحيدش لينا البصله كثيره. صافي كنقادوه مزيان ونغطيوه ونخليوه حتى كيطيب لينا تماما. صافي ها هو الدجاج ديالنا صباح جاهز، ها هو طاب لينا مزيان كيف ما لاحظتوا معايا. كناخذوا اناء وكنوضعوا فيه القطع تاع الدجاج، ومن الافضل ان الدجاج نقسموه هكا على 4 يعني قطع كبار، ملي نبغيو نحيدوه ما يتفرتش لينا وما يمحلناش نهائيا. صافي غادي نوضعوه هكا في اناء، ومباشره غادي نوضعوه على جنب ونخليوه حتى كيبرد لينا تماما، عاد غادي نفرتوه. وايضا غادي نحيدوا القبيطه تاع التربيع. صافي في هاد الأثناء هادي كنقصوا البوطة على نار اللي هي متوسطة، وكنخليو البصلة ديالنا حتى كتشرب الماء تاعها مزيان، ومرة مرة نحركوها ضروري باش ما تلصقش لينا وتحرق لينا من التحت. صافي ها هي من بعد ما نشفت لينا من الماء، دابا غادي نحيدو ودات ديال القرفة، ومباشرة غادي نضيفو معلقة كبيرة تاع القرفة مع 4 المعالق كبار ديال السنيدة. بطبيعة الحال الحلاوة كتبقى على حسب الذوق، بالنسبة ليا انايا 4 المعالق كافية. صافي كنستمروا في التحراك وكنخليو البصله ديالنا حتى كتعسل لينا مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا، وكتشرب لينا الماء كامل اللي كاينه في البصله. في هذه الاثناء هذه غناخذ اناء غادي نضيف فيه من 4 المعالق كبار تاع البصله معسله، كنوضعوا على جنب تنوريكم اش غادي نديروا فيها من بعد. صافي هي البصله تاعنا صبحت جاهزه. مباشرة كناخدو البيض كنوضعوه في إناء كنطربوه مزيان على هذا الشكل، وكنبداو نضيفوه الخليط تاع البصلة، ومع التحريك المستمر ما نوقفوش نهائيا باش ما يتعزلش لينا البيض في بلاصة واحدة. كنحركو على هذا الشكل، وبالنسبة للبيض كنضيفوه على 3 دفعات. صافي وضروري نبقاو نحركو آه، بسرعة باش كيف ما قلت لكم البيض ما يتكونش لينا في بلاصة واحدة. صافي كنستمروا هكا في التحراك حتى الخليط ديالنا كيتجانس وكيصبح لينا جاهز. اما بالنسبه للناس اللي ما كيعجبهمش البيض في البسطيله ديال الدجاج، صدقوني بهذه الطريقه هذه ما تحسوش بها نهائيا، لان انا ضفت كميه كثيره ديال البصله، وملي كنضيفوا ليها البيض راه ما كيبانش نهائيا واش فيها. صافي من بعد ما الخليط ديالنا اصبح جاهز كيف ما كتلاحظوا معايا، ما راه نشف لينا نهائيا من الماء، راه ما بقاش. مباشرة غادي نطفيو عليه دابا البوطة. صافي ومباشرة غادي نصفيو الحشوة تاعنا، كنضيفو الكمية كاملة اللي عندنا بهاد الطريقة هادي، وغادي نضغطو عليها مزيان. صافي حتى كتصبح لينا الحشوة تاعنا على هاد الشكل هذا ناشفة مزيان. غادي نوضعوه على جنب، وايضا الخليط اللي صفى لينا غادي نوضعوه ايضا على جنب. كناخذوا اناء اخر وكناخذوا الدجاج تاعنا من بعد ما برد لينا تماما. صافي وكنبداو نفرتوه على هاد الشكل. كنحاولوا اننا نفرتوه قطع تكون شويه كبيره كيف ما كتلاحظوا معايا. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي تاع الدجاج. صافي من بعد ما فرتتنا الدجاج ديالنا مزيان، كناخذوا دوك 4 المعالق ديال البصله المعسله اللي خدينا من قبل، كنضيفوا لها كميه من الزيت اللي استقطرنا من البصله والبيض، كنخلطوها مزيان، ومباشره كنضيفوها للدجاج وكنخلطو مزيان هكا باش كيبقى الدجاج ديالنا فازك، ما كيبقاش لينا ناشف وكيجي لذيذ ورائع في المذاق. صافي غادي نوضعوه على جنب. هنا كناخذوا صفيحه ديال البسطيله، كنضيفوا لها كميه من خليط ديال الزبده والزيت، ومباشره كناخذوا ورق البسطيله كندهنوه مزيان بالخليط ديال الزبده والزيت، ضروري الجهه الحرشه كتكون دائما الفوق. صافي كنبداو نوضعوا ورق البسطيله بالطريقه العاديه والاعتياديه اللي مولفين دائما في البسطيله تاعنا. كنوضعوا جميع القطع على هذا الشكل، كنحاولوا اننا نقادوهم مزيان. صافي وفي هذه الاثناء هذه غادي نضيفوا القطعه الاخيره اللي كتكون هكا في الوسط. اهم حاجه انهم يكونوا مدهونين مزيان بالخليط ديال الزبده والزيت، ودائما الجهه الحرشه كتكون الفوق. ودابا مباشره غادي ناخذوا الدجاج تاعنا وغادي نوضعوه هكا في الوسط، كنوزعوه مزيان. بالنسبه ليا ان الصفيحه واخا 45، ولكن نحاول نجمع البسطيله ديالي لان القياس ديال 40 كافيني
وغادي يجيني مزيان. صافي كنقادو الدجاج تاعنا مزيان ومباشرة كنضيفو ليه الخليط ديال البصلة والبيض وكنوزعوه مزيان على هاد الطريقة هادي. واخا مزربة الفيديو ولكن راه كلشي واضح وباين. صافي من بعد ما وزعناه مزيان دابا غادي نضيفو اللوز. كنوضعو الكمية كاملة اللي عندنا صافي وكنبداو نوزعوها فوق من الخليط ديال البصلة والبيض. صافي كنوزعوها مزيان على هاد الطريقة هادي ومباشرة غادي نبداو نجمعو الجوانب على هاد الشكل هذا. صافي ملي نكونو نجمعو البسطيله ضروري القطعه الاخيره هي اللي كنبداو بها وكنبداو مستمرين وفي نفس الوقت حنا كنجمعو فيها وحنا كندهنو بالخليط ديال الزبده والزيت. صافي وفي هاد الاثناء هادي غادي نضيفو القطع الثانيه دائما مدهونين على هاد الشكل هذا. صافي وغادي نبداو نلمطو في البسطيله تاعنا بالطريقه العاديه اللي مولفين دائما. وفي الوقت ملي نكونوا كنلمطوا هكا البسطيله نحاولوا اننا نجمعوها ولكن ما نزيروش بزاف باش ما تطرطقش لينا الورقه تاع البسطيله. حنا كنلمطوا في نفس الوقت كنجمعوها مزيان. صافي من بعد ما جمعناها كندهنوها بالخليط ديال الزبده والزيت وكنضيفوا القطعه الاخيره. وكيف ما كتلاحظوا معايا راني كنحاول نضغط باش تجينا مقاده. ضروري ما نقرصوها بحال كنقرصوا هكا الخبز. صافي مباشره كناخذوا الكوردون كنثقبوها مزيان. بالنسبه للتزيين هنا كيبقى اختياري يمكنكم تخليوها هكاك يمكن لكم تضيفوا ليها التزيين اللي كيعجبكم. انا هنا خديت ورقه ديال البسطيله قسمته على 4 وكل ربع قطعه كنطويها هكا على جوج ومع استعانه بالخليط ديال البيض. صافي كنستمر هكا حتى كنكمل هكا 4 القطع وكنبدا ندهن بالخليط ديال البيض وكنوضعهم وحده على وحده كيف ما كتلاحظوا معايا راه طريقه سهله. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى غادي نزينها على هذا الشكل. بالنسبه لي انا البسطيله ما غاديش نحتاجها اليوم يعني نحتاجها حتى الغدا. دابا غادي نغطيوها بالبلاستيك غذائي وايضا بالسلوفان ونوضعها ليله كامله في الثلاجه ومباشره الغدا غادي ندخلها الفرن حتى كطيب وتحمرنا مزيان وكتصبح لينا على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نزينوها وبطبيعه الحال الزين كيبقى اختياري يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو. انا ضفت لها رقائق اللوز من بعد ما حمرتهم وزينتهم بالسكر ثقيل وايضا الورد وبريوات. كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري يمكن لكم تضيفوا اللي بغيتو. ها هو الشكل النهائي تاع البسطيله ديالنا من الداخل. كيف ما كتلاحظوا معايا كتجي طيبه مزيان ايضا كتجي معلكه ولذيذه بزاف. وكيف ما لاحظتوا معايا سهله جدا في التحضير واهم حاجه انها كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى الطريقه اللي قدمت لكم اليوم تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. الوصفة تاعنا كنتمنى تكون نالت الاعجاب تاعكم. الا كنتو اول مره تشوفوني ما تنساوش تشتركوا في القناه ضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. كنضرب لكم موعد جديد ووصفه جديده مع ديليس إتري وكنقول لكم الى اللقاء.